حارس اتحاد العاصمة أسامة بنبوط مستعد للتراجع عن قرار الاعتزال والمشاركة مع المنتخب الوطني في المونديال، لكن بشرط. وباش نكونوا في الصورة، أسامة بنبوط لم يدلي بأي تصريح حول هذا القرار، سواء في مباراة أمس بين اتحاد العاصمة وشباباتنا أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ديالو، وإنما هذا الخبر، مصدر هذا الخبر من مصادر مقربة جدا من اللاعب. الشرط الذي وضعه أسامة بنبوط للعدول عن قرار الاعتزال هو أن الاتحادية الجزائرية أو الناخب الوطني يعيد الاتصال به. وأنا نشوف بلي أنه هذا الأمر منطقي. الاتحادية الجزائرية وخاصة الناخب الوطني إلا راه يشوف في أسامة بنبوط كما نراه نحن أنه أهل للذهاب للمونديال يتصل به ولا حرج في ذلك. وكما نعرفوا باللي قرار اعتزال أسامة بنبوط بعد كأس إفريقيا كان نابع من غضب وقهر بعد ما حدث له من مشاركة أنطوني موندريان الناشط في الدرجة الثالثة الفرنسية أساسي في مباراة غينيا الاستوائية وهو قاعد في الدكة، وهو الذي كان قبل كأس إفريقيا من المرشحين أن يكون الحارس الأساسي. لهذا نقول أنه الشرط اللي وضعه أسامة بنبوط عادي جدا ويقدر يحطه أي لاعب في كرة القدم، ولا حرج على الاتحادية الجزائرية في أن تعيد التواصل معه وأن ينضم للمنتخب الوطني للمشاركة في المونديال.